مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة 13 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا أنا اسمي عمر الموكي، مؤسس والشريك التنفيذي للاكانتو ايجيبت. لاكانتو ايجيبت شركة متخصصة في صناعة الحلويات باستخدام محلق طبيعي بيستخرج من فاكهة اسمها مونيك فروت. الشركة دي عندها تعاون مع شركة أمريكية أو أكبر مصنع موجود في أمريكا لصناعة المحلق ده، والمحلق ده اللي هو حاجة عاملة زي السكر بتاع الدايت، ولكن ده يتم استخراجه من الفاكهة اللي قلت لكم عليها، ودي بتتزرع في اليابان، والمفروض إنه ما بيعملش أي تأثيرات سلبية أو سايد إفكتس على اللي بياخد المحلق ده. عمر هو دكتور صيدلي وكان موجود مع الشركة دي وقدر يقنعهم ان هم ييجوا يصنعوا في مصر. الشركة في مصر عبارة عن مصنع وشركة للتوزيع. المصنع ده تملكه او 98% منه للشركة الامريكية، وهو بيملك فيه بس 2% او اللوكال انفستورز، والشركة التوزيع دي هي اللي بتاخد الكونسنتريت او المركز بتاع المحلى ده وتبدأ تعمل منه منتجات تانية زي البروتين بار، زي الشوكليت سبريد، زي انواع تانية من الشوكولاتة. فهو بيصنع الحاجات دي وبيوزعها، والجزئية دي هي اللي معروضة دلوقتي في الحلقة، عارض منها 10% مقابل 4 مليون جنيه، يعني مقيم الشركة دي ب40 مليون جنيه، مع العلم ان الشركة دي اخر سنة قدرت تحقق مبيعات 20 مليون جنيه مصري. في بداية البيتشنج قال حاجة كانت غريبة جدا، كان بيقولها كشوي ولكن كانت الدنيا لسه مش كلير، ان هم خدوا قرض عشان يعملوا المصنع بتاع مصر ده ب3 مليون دولار، يعني 150 مليون جنيه مصري، وفي الاخر انت جاي مقيم الشركه ب 40 مليون. فكان في كونفليكت هنا، لانه ما كانش قايل ان انا بعرض الشركه بتاعه التوزيع مش بعرض المصنع، ودي وضحت بعد كده. ولكن النقطة اللي كانت مهمة في القصة بتاعته انه قال ان المصنع ده بدأ 2021، بدأ ينتج في 2023. انا بس عايزكم تاخدوا بالكم من الفترة الزمنية، عشان الناس لما بتيجي تفكر فكرة ان انا هعمل مصنع او هعمل فاسيلتي انتاج، مش بقول للناس ما تعملش، ولكن المصانع اللي بجد بتاخد وقت، ورحلة النجاح مش سهلة، ومش في يوم وليلة بتبقى خلاص مليونير. الموضوع محتاج صبر ومحتاج كفاح ومحتاج استمرارية وضغط عشان توصل اللي انت عايزه. البيتشنج بتاعه عشان هو كان عايز يبين قد ايه الشركه اللي بره كبيره، تغافل ان هو يبين الريفينيو ستريمز بتاعت الشركه اللي موجوده هنا، وظهر ده بعد كده في النقاش. فهمنا ان الشركه دي مش شركه توزيع بس، لا دي بتصنع الشوكليت بارز وبتصنع الشوكليت سبريد. فساعات لما بتبقى عايز يعني تقول ان انا معايا شريك جامد او انا واخد وكاله من امريكا او اي مكان، ده كويس ونو هاو حلو، ولكن هو ما تغطيش على شغلك الاساسي وانت بتعمل ايه. النقطه بقى اللي ما كانتش ظريفه قوي لما جم يتكلموا على انت هتعمل ايه بالفلوس، فقال والله انا محتاج اعمل ماكينات عشان اعلي الانتاجيه. فاعتقد برضو في الماس برودكشن او في الكميات اللي هو بيتكلم فيها، الرقم اللي هو طالبه ده مش هيحقق له حاجه من اللي هو عايز يعملها. للاسف الدسكشن معاه كان مليان بالسايد توكس. بصراحه انا بستغرب، يعني الشاركس ساعات فجاه بيقعدوا يتكلموا مع بعضهم ويردوا على بعض، ويبقى في لخبطه ماشي موجوده في البيتشنج او الكلام مش واضح، يقعدوا يسالوا بعض ويحاولوا يفهموا بعض. طب ما تسال الراجل اللي واقف ده. يعني الكلام السايد توكس دي بتخلي الشخص اللي واقف مش عارف يعرض ومش عارف يتكلم ومش لاحق يتكلم مع مين ومع مين، ويتكلم مع واحد يبقوا في اتنين بيكلموا بعض. فبصراحه عندي تحفظ على النقطه دي جدا. في نقطتين بقى اتاخر قوي قوي على ما قالهم في البيتشنج، يعني وقالهم في اخر الكلام مع الدسكشن. اولا ان هو عامل عقد احتجار مع المصنع اللي هنا ان هو ياخد منه كل المركزات وما يديهاش لاي حد تاني في مصر ولا في الميدل ايست لمده 20 سنه، وده بارير اوف انتري كبير. النقطه الثانيه ان هو اوريدي بيصدر الامارات والسعوديه باسم المنتج بتاع ليكانتو، فدي حاجه حلوه جدا انت كنت لازم تقولها في الاول، ودي تبين قد ايه شركه التوزيع اللي موجوده هنا ازاي باعت ب 20 مليون جنيه. التحفظ بقى اللي كان موجود عند اغلب الشاركس ان الشركه الاجنبيه دي تملك من الشركه المصريه 90% وهو يملك 10% بس، وبالتالي هم قلقانين انا هدخل ب 10 15% مع شركه تملك الماجورتي بهذا الحجم، ممكن في اي وقت ابقى انا عايز اقول قرار تاني وهو ما يمشيهوش، وبالتالي كان شايفين ان مفيش اضافه ان هم يخشوا. محمد فاروق حاول يعني يشوف يدي اوفر يمكن تجيب معاه، فقالوا انا هديك 6 مليون جنيه مش 4، ولكن هاخد 40% من الشركه. طبعا الرقم ده كبير وهو مش عارف هل الشريك التاني هيوافق عليه ولا لا. دخل بعد احمد طارق قال له لا، انا هديك ال4 مليون ولكن مقابل 25% بلس زائد بنفيتس.
25% بلس هنتكلم عليها بعد كده، بس خليني اقول لكم البنفيتس. هو عندهم مصانع البسكويت والسبريد والبروتين بارز، فبدل ما هو بيصنع لدى الغير الحاجات دي، لا انت هتصنع تقريبا ان هاوس عند الشريك بتاعك، وهيدي له حاجه اسمها اوبن بوك بوليسي. يعني انت تعالى تطلع على تكاليفي وهديك تكاليفي زائد 10%. يعني الحاجه دي بتكلفني 10 قروش، انا هبيعها لك ب 11 قرش وخدها، ويبقى انت كده بتصنع تقريبا ان هاوس. طيب ايه موضوع بقى 25% بلس؟ فاكرين لما قلت لكم ان ال 50% ما بتخليكش تملك كل حاجه في الشركه؟ اهو ده بالظبط اللي خلى احمد طارق يقول 25% بلس. لما سأله ايمن عباس قال له ان شاء الله 25.1. عشان تملك كل شيء في الشركه لازم تملك 75% من الشركه. هنا ال 25.1 هتقلل النسبة دي، وبالتالي ما يبقاش صوته معدوم، لأن في قرارات معينة ال 50% ما تقدرش تاخدها. وأنا هحاول أعمل فيديو يتكلم عن ده بالتفصيل وقانون الاستثمار في مصر. طبعا عرض احمد طارق رغم ان كان تقييمه للشركه اقل من تقييم فاروق، ولكن كان مع مميزات تانية. اولا ان هو هيبيع ايكويتي قليله، ثانيا الفاسيلتيز اللي هو هيقدمها له اعلى بكتير من هيقدمها فاروق، وعشان كده هو اختار الاوفر دوت، واتقفل الديل مع احمد طارق على 4 مليون جنيه مقابل 25% من الشركه. وده كان ملخص الفقره بتاعت لاكانتو ايجيبت من الحلقه 13 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.